حياكم الله وبياكم. كلام عن منقول. أول مرة أسمع تفسير الشيخ الشعراوي لكلمة إذا بليتم فاستتروا. الشيخ الشعراوي بيقول إن أصل الحكاية متعلقة بآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الصابرين دايما راضيين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، وبيخافوا من إن الشكوى للناس تبدو وكأنها اعتراض على قضاء الله، أو اللسان يقع فيما ينقص ثواب الصبر الجميل. فكانوا بيستتروا عند حصول البلاء حفاظا على ثواب أجر الصبر الجميل. وكان في قصة مشهورة لأحد الصحابة اللي كان بيمشي على طول أول لما الصلاة تخلص، ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ ده سأله في عتاب رقيق يذيب الحجر، قال له: أزهدا فينا؟ فكان رد الصحابي إن زوجته في انتظاره في البيت علشان تصلي، وده لأن ما عندهمش غير رداء واحد بس. تخيل، رداء واحد هيدولها تصلي فيه. ولما الزوج وصل البيت زوجته سألته: اتأخرت بعدد كذا تسبيحة. خلي بالك، ظبط رجوعه على عدد تسبيحاتها بعد إقام الصلاة. فحكى لها اللي حصل. تفتكروا رد فعلها كان إيه؟ قالت له: أشكوت ربك لمحمد؟ ردها كان حاجة كده فوق مستوى البشر والله. فربنا يجعلنا من الحامدين في السراء والضراء، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. دمتم في أمان الله. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.